حياكم الله في مهدي فاهم كرة غلط. اليوم بتكلم لكم عن كواليس الانقلاب اللي استوى في صدارة الدوري الإسباني. شو اللي صار؟ ريال مدريد فارق 7 نقاط، يتدلع ويتمختر طول هالفترة، على آخر 3 أشهر تنقلب الأمور، أو حتى يمكن شهرين. شو اللي قاعد يصير في الدوري الإسباني؟ برشلونة الآن هو المتصدر، وريال مدريد خلف برشلونة ويدور على الصدارة. انريكي استقال. شو اللي قاعد يصير في الدوري الاسباني؟ رغم ان برشلونة في اضعف مستوياته لكنه في الصدارة. شو اللي قاعد يصير يا عصام زياد؟ والله اتصور انه مسلسل مكسيكي ما راح تنتهي فصوله الا في نهايه الدوري يا أحمد. لكن في النهايه اقول لك الكل مجتهد النصيب. انت اليوم كفريق برشلونه عليك انك تفوز، عليك انك تحقق المبتغى، حصولك على 3 نقاط في حين انتظار اي تعثر لمنافسك ريال مدريد، وهذا ما كان يتمناه ريال مدريد انه يوصل لهالمرحله هذه. صدارة يا عصام، والصداره في اضعف مستويات برشلونة. وهاي هي اللي خوف من هذه النقطة، أن اليوم أنت يجب عليك أنك تستغل حالة منافسك يا مهدي، وفي النهاية أنك تحصل على ال3 نقاط اللي هي دائما 3 نقاط ولا غير. صدارة برشلونة بسبب ميسي؟ بتصوري بسبب تكاتف الجميع حول الفريق. كانت الصدارة المرة الأولى لفريق وليس ميسي. ميسي أكيد جزء كبير يرجع له الفضل، خاصة أن ميسي في كثير من المباريات أنقذ برشلونة، مع أن حالة كانت برشلونة ما تبشر بأنه راح يأخذ 3 نقاط أو حتى يحصل على نقطة واحدة من منافسيه، ولكن يظهر مثل ما يظهر المارد من القمقم أنه ميسي. ضعف برشلونة بالدفاع ولا الوسط؟ اتصور ان هذا موسم بالنسبه لي راح يكون موسم للنسيان لفريق برشلونه. برشلونه دخل هذا الموسم بدون ادوات. اتصور ان اليوم عندك ضعف كان في خط الوسط واضح، الدفاع ودكه ضعيفه. شو كنت تنتظر؟ فقط كنت تنتظر ان اللاعبين الاس ام اس انهم يبذلوا مجهود، وهذا الاس ام ان كلهم اسم. المهم ذكرت بالشات المسن الاولي. طيب عصام رحيل انريكي شو سببه؟ اتصور يعني الضغوطات اللي مارست على المدرب في هذا الموسم كانت كثيره جدا، حتى من قبل، لكن رئيس النادي نفسه اللي قال في اكثر من مناسبه ان برشلونه يطلع للتعاقد مع مدربين، ممكن تم ذكر منهم المدرب سان باولو، مدرب فريق اشبيليا، وبتصور هو استبق الامر، واعتقد انها ضربه معلم من اللي هو انريكي، انه وضع الان الضغط على اللاعبين حتى على اقل تقدير انه يقدر يخرج هو منتصر في بطوله تحفظ ماء وجهه. توقع انه يتصدر هو انريكي؟ والله وارد. لا انا بالنسبه لي هو ما توقعها، هو ممكن ما توقع. هو يعرف ان ريال مدريد عاقد العزم على تحقيق هذه البطوله، وكل المؤشرات تعطي ان يعني كانت تعطي الاولويه لريال مدريد. او انا اقول ميسي يمكن اللي خلى بارتيميو يقيل. لا بتصوري ما في من هذا الكلام. هي ميسي يا عصام، ميسي هو له ثقل في فريق برشلونه. خليه اول شيء يجدد عقده، ثم بعد ذلك قيل اللي قيله. لكن لا هو راح يجدد عقده بعد اقالة انريكي. لا بس الان الانتظار الان للاعلان عن مدرب جديد لفريق برشلونه. غوارديولا يقول شكرا لانريكي، يفر على شو قصده؟ غوارديولا يقول شكرا ل3 سنوات لانريكي، يبغى يرجع غوارديولا. تصور اذا بعد حققها والانجازات اللي حققها مع فريق برشلونه، اعتقد انه اكتفى الان. بس انريكي كسر ارقام غوارديولا، يعني هي فتره من الفترات، وبعدين اكيد يعني جاب 30 ولكن هو شكرا اذا قال له شكرا، يعني اكيد شكرا على العمل اللي قام فيه بفريق برشلونه. انت عارف انه هو ايضا لعب مع انريكي ويعتبر زميله في الفريق، وايضا كزميل يعني ما بيترك السيتي. لا اتوقع غوارديولا من المدربين اللي دائما ما يحب انه يترك بصمته في المكان اللي طيب رغم كل الالقاب، ليش برشلونه فريق كبير ما يخلي مدرب 10 سنوات 15 سنه؟ شوف هي من طبيعي دائما لكل فريق طموح، وطموحه في حاله انك انت اليوم كمدرب دربت برشلونه، يجب عليك انك تدرك ان فريق برشلونه لا يقبل بانصاف الحلول، يعني لا يقبل بما تكتب سطر وتترك سطر، وهذا بتصوري يبقى كل البطولات يبقى اكيد يلعب على كل البطولات، وهذا بتصوري هي
يعني هي النجاحات هذه الفرق الكبيرة اللي دائما تحرص على تحقيق البطولات. ولك مثل، يعني بضرب لك مثل بفريق مثل فريق ريال مدريد، وما عبر عنه المدرب زيدان في كتابه الأخير اللي تم نشره، أن الفريق تعرض في الموسم الماضي لضغوطات كثيرة بعد إقالة بينيتيز بسبب سوء النتائج. وكان هناك يعني من الإدارة وبالأخص من رئيس النادي بيريز بتحقيق بطولة الشامبيونز ليج، وهو ما فعله زيدان. واتصور أن هذا الموسم أيضا الضغوط ما زالت أيضا قائمة على فريق ريال مدريد كذلك مثل فريق. نروح لريال مدريد، شو سبب هالتراجع؟ والله التراجع بالضبط، حط ايدك على الجرح. أعتقد أن يعني قرب فريق برشلونة أو قرب المنافسين من فريق ريال مدريد أعطى بعض الضغوطات على اللاعبين، مع العلم أنه يعني الفريق يلعب كفريق مكتمل، ممكن غياب لاعب أو لاعبين، ولكن أنا بتصور أنه ما كان أثر على فريق ريال مدريد، وخاصة بعد سلسلة النتائج اللي هي الإيجابية وعدم الهزيمة في أكثر من 40 مباراة. لكن في النهاية أنت اليوم عليك أنك مواصلة متى تراجع ريال مدريد؟ أتصور أي مباراة بدأت تحس انه يعني بدأت من خروج اولا من بعد هزيمته من مباراة اشبيلية في الدوري، من ثم جاءت مباراة الكاس. اتصور ان اداء بعض اللاعبين مهدي بدأ بالتراجع. اليوم تتكلم عن منو راموس، رونالدو، اتكلم انا راح اتكلم عن الجميع بلا استثناء. من اللي تراجع؟ اذا بندخل اول، لا انا اتكلم عن المجموعة ككل، ولكن هناك بعض النجوم اللي كان معقود عليهم العزم واللي يصنعوا لك الفارق مهدي. هؤلاء النجوم يعني المفروض منهم انهم يكونوا في مثل هذه الفترة. يعني كل الفريق تراجع. يعني انا اتصور في بعض اللاعبين المهمين اللي تراجع. من يتحمل المسؤوليه؟ انا يعني اذا بتحمل هو المدرب يتحمل المسؤوليه. يعني زيدان، انت دائما زيدان تنظر انه هو افضل مدرب جديد يعني على الساحه، ياخذ بطولات دوري ابطال. المدرب جزء من هذه المنظومه اللي هي منظومه فريق ريال مدريد، الفريق ككل، هذا ككل كله هو زيدان جزء منه. اليوم المسؤوليه مشتركه، ولكن انت اليوم عندك كنجوم كبار معقود عليهم العزم. يعني رونالدو مستواه متراجع، تكلم عن بنزيما مستواه متراجع. راموس في اخر 3 مباريات، خلينا اساس ما نظن اللي سجلهم الحين رد تراجع. اليوم انت كفريق ايضا من ابجديات كره القدم هناك تكتيك، هناك انضباط. المفروض هذا الانضباط اللي يضع المدرب ان اللاعبين تنقل هذا التصورات المدرب داخل ارضيه الملعب. لكن اللي شفناه في المباريات الاخيره مهدي يعني يدلك ان في بعض اللاعبين لم يكونوا منضبطين داخل ارضيه الملعب، وهذا يمكن المفروض على المدرب زيدان انه يلح عليه ويصر على اللاعبين من خلال صارت الصداره. ولكن الصداره في وقت لا ننسى انه عنده مباراه مؤجله. الليغا يعني في اسرار بعد. اكيد الليغا ما باح بكل اسراره. احنا لا ننسى انه راح مهدي في فتره مهمه جدا دائما ما نذكرها، هي فتره الفيفا دي. فشهر 3 راح اعتقد بتصور راح يكون حاسم بالنسبه لريال مدريد، وايضا بالنسبه بتصور لحد الان وبحياديه عشان ما اقول لحد الان ريال مدريد ما زال يمسك بخيوط اللعبه بالشرط مؤجله ولا مباراه مع برشلونه في ملعبه. اتصور انها راح تحسب كثير من الامور. لكن إذا طارت الصدارة واستطاع فريق برشلونة يحقق هذه البطولة، أعتقد راح يكون إنجاز تاريخي على مر تاريخ فريق برشلونة بأضعف مشاركة له. أنا أصور من أضعف المشاركات. الحكم ما كان له سبب في التأثير على ريال مدريد؟ بالنسبة لي في هذه المباراة الحكم كان صارم خاصة، وهذا اعتقد هي واحده من السلبيات اللي يعني وتبعات برشلونه قبل اسبوعين ايضا وقبل تاثر من التحكيم. لكن اليوم اهداف حقيقيه ما تمت حسب ولمسات يد وغيرها. اليوم يعني على الاثنين انا اشوف صحيح. ولكن لا ننسى التحكيم الاسباني اصلا مر مرحله. ولا ننسى ايضا اللي هي تاثير الاعلام الاسباني على الحكام، وعلى ايضا في شحن الجميع من جماهير من حتى رؤساء أندية. يعني عصام البطولة للبرشا ولا لا؟ البطولة بعدها في الملعب. البرشا الآن الريال استسلم. متصور الفريق اللي يخسر 3-1 واللي يخسر 2-0 ويرجع بتصور أن فريق لا يستسلم أبدا. اليوم أنت تتكلم عن شخصية فريق. الريال يمتلك شخصية البطل، قادر على الرجوع بشرط
انه يصلح من هذه الاخطاء. اذا استمرت هذه الاخطاء بهذه الصوره انا بتصوري البطوله راح تبعد عن ريال مدريد، لأنه لن تحتمل فقدان النقاط في المراحل هذه. البطولة هالسنة اللي بتصوري بريال مدريد. هذا كان راي عصام زياد. يلا حياك.